لا إله إلا الله. فهو إذن روج لصورة المغرب بهذه النصاعة وهذا الجمال في بلدان العالم، ترويجا لم يقم به الكثير من صناع المحتوى لا في المغرب ولا في غيره. بل حتى عندما جيء ببعض صناع المحتوى للترويج لما يسمى بكأس إفريقيا، جيء ببعض الأفارقة الذين لم يقدموا شيئا ولم يعرفوا من خلال زيارتهم للمغرب بأي شيء، بل صوروا على أنهم في بعض اللحظات كانوا يقفون مع تلك الفرق الإفريقية التي تنافس المغرب ويبدون ويظهرون فرحهم. هذا قدم كل هذا في طبق رائع رائق شيق طيب. لا إله إلا الله. فهو قدم خدمة طيبة مباركة لم يقدمها كما قلت غيره من صناع المحتوى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لحد الآن هذا هو المسألة المتعلقة بالنقطة الأولى. هذا صانع محتوى مسلم من أرض الجزيرة جاء إلى المغرب وروج إن شاء الله تبارك وتعالى لطبيعة هذا الشعب ولما يمتلك من إرث حضاري وإرث أخلاقي وإرث ثقافي. الحمد لله. هذا الأول. النقطة الثانية، مباشرة يعلن أنه استطاع